السلام عليكم. قدم زياش في اللعب. حكيم زياش شحال من واحد كيقول لك حكيم زياش عنده واحد الكاركتر، لا بالعكس من اطيب خلق الله. وعند الله كل شيء قريب. إخوتي الأعزاء، I just want you to look into the camera and tell Moroccan fans why they should be excited for AFCON this year. I mean, we're hosting it, and I know how the games will be in Morocco with all the people standing behind our own country. But I think also for all the other countries that are playing, I think it will be nice to just visit the stadiums, talk to the Moroccan people and everybody who comes to Morocco to watch the AFCON. I mean, visit all the games, and let's make it one of the best AFCONs till now. And what happened in the future happens in the future. So, to all the people in Morocco, visit all the games, man, and enjoy it. وعند الله كل شيء قريب. إخوتي الأعزاء في الله من المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بكم كثيرا. أحييكم وأحبكم جميعا. ما يشبعكش هذا حكيم زياش اللاعب اللي عنده اولا حكيم زياش اللاعب اللي عنده اولا يمكن له يخلق لك من لا، يخلق لك شيء من لا شيء، يعني من كرة ثابتة يقلب لك النتيجة، يمكن من اسيست يقلب لك النتيجة، يعني غير الحضور تاعو يمكن كتبقى متفائل في أي وقت، يمكن له يعطيك إضافة. تميز بالعديد من الصفات والمهارات الفريدة التي تجعله لاعبا متميزا في عالم كرة القدم. إليك بعض الأمور التي تتميز بها قدم زياش في اللعب. المهارات الفردية. يتمتع زياش برافو عليك، الله يحفظك والله يوفقك، ما شاء الله، الله يحفظك ويحميك من كل شر. بمهارات فردية استثنائية. يمتلك تمريرات دقيقة ومراوغة فعالة للمدافعين. يستطيع الاستلقاء على الكرة ببراعة وجعلها تحرك بطريقة متقنة. يتمتع زياش بقدرة كبيرة على المراقبة والتحكم في الكرة. الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك شراؤه. شكرا وعلى بركة الله. تابعوا الفيديو وعيشوا معي لحظات، وتابعوا حتى النهاية، وشكرا بالنية الحسنة. المراقبة والتحكم في الكرة. يتمتع زياش بقدرة كبيرة على المراقبة والتحكم في الكرة. يمكنه تسديد الكرة وهو يتحرك بسلاسة، ويمتلك تقنية رائعة للسيطرة على الكرة في مواقف ضيقة. التمريرات الحاسمة. يعتبر زياش خبيرا في تمريرات الكرة الحاسمة. يتميز زياش بتسديداته المتقنة وقوتها بدقة عالية لزملائه، مما يخلق فرص تسجيل أهداف. يتميز زياش بتسديداته المتقنة وقوتها. يستخدم قدمه اليسرى بشكل ممتاز لتنفيذ التسديدات من الداخل وخارج منطقة الجزاء، وقد ثبت أنه لاعب موثوق به في اللحظات الحاسمة. الذكاء التكتيكي. يتمتع زياش بفهم عميق للعبة، ويستخدم ذكاءه التكتيكي بشكل فعال في الملعب. يقرأ اللعبة بسرعة، ويتمتع بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. بفضل هذه المهارات والصفات الرائعة، يعتبر حكيم زياش لاعبا استثنائيا ويحقق إسهامات كبيرة في فرقه. هل لديه زياش سجل تهديف قوي؟ نعم، حكيم زياش يتمتع بسجل تهديف قوي. على مر السنوات قدم زياش أداء رائعا في الأندية التي لعب لها، وأيضا في المنتخب المغربي. في النهاية يمكن القول أن لدى حكيم زياش سجل تهديف قوي وأداء مثير في عالم كرة القدم، ويعتبر زياش واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في المغرب، ويحترم ويشكر على إسهاماته المميزة في عالم كرة القدم. في النهاية يمكن القول أن لدى حكيم زياش سجل تهديف قوي وأداء مثير في عالم كرة القدم. ما هي بعض الألقاب التي حققها زياش مع المنتخب المغربي؟ زياش حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب المغربي، رغم أنه لم يتمكن من الفوز بالألقاب الكبرى، إلا أنه لاعب مهم وقائد يلعب دورا كبيرا في تحقيق النجاحات لفريقه الوطني. إليك بعض الإنجازات البارزة لزياش مع المنتخب المغربي. كأس الأمم الإفريقية. شارك زياش في بطولة كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الإفريقية في عام 2019، حيث وصل المنتخب المغربي إلى دور 16، وساهم زياش بشكل كبير في تقدم المنتخب في هذه البطولة.
تصفيات كأس العالم. شارك زياش في تصفيات كأس العالم لمنتخب بلاده وقدم أداء رائعا، وساهم في تسجيل الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة للفوز بالمباريات والتأهل إلى مرحلة المجموعات. البريمير ليج الأفريقية. شارك زياش في بطولة البريمير ليج الأفريقية في عام 2020 للدور نصف النهائي على المنتخب المغربي، إلا أنه يعد لاعبا قويا ومؤثرا ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات لفريقه الوطني. هل زياش يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في المغرب؟ بالتأكيد، زياش يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في المغرب. يتميز بمهارة رائعة في التحكم بالكرة والتمريرات الدقيقة وقدرته على تسجيل الأهداف الرائعة. حكيم زياش اللاعب اللي عنده اولا كيمكن له يخلق لك من لا، يخلق لك شيء من لا شيء، يعني من كرة ثابتة يقلب لك النتيجة، يمكن من اسيست يقلب لك النتيجة، يعني غير الحضور تاعو يمكن كتبقى متفائل في أي وقت، يمكن له يعطيك إضافة. يتميز بالعديد من الصفات والمهارات الفريدة التي تجعله لاعبا متميزا في عالم كرة القدم. إليك بعض الأمور التي تتميز بها قدم زياش في اللعب. المهارات الفردية. يتمتع زياش برافو عليك، الله يحفظك والله يوفقك، ما شاء الله، الله يحفظك ويحميك من كل شر. بمهارات فردية استثنائية. يمتلك تمريرات دقيقة ومراوغة فعالة للمدافعين. يستطيع الاستلقاء على الكرة ببراعة وجعلها تحرك بطريقة متقنة. يتمتع زياش بقدرة كبيرة على المراقبة والتحكم في الكرة. الوقت هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنك شراؤه. شكرا وعلى بركة الله. تابعوا الفيديو وعيشوا معي لحظات وتابعوا حتى النهاية، وشكرا بالنية الحسنة. المراقبة والتحكم في الكرة. يتمتع زياش بقدرة كبيرة على المراقبة والتحكم في الكرة. يمكنه تسديد الكرة وهو يتحرك بسلاسة، ويمتلك تقنية رائعة للسيطرة على الكرة في مواقف ضيقة. التمريرات الحاسمة. يعتبر زياش خبيرا في تمريرات الكرة الحاسمة. يتميز زياش بتسديداته المتقنة وقوتها بدقة عالية لزملائه، مما يخلق فرص تسجيل أهداف. يتميز زياش بتسديداته المتقنة وقوتها. يستخدم قدمه اليسرى بشكل ممتاز لتنفيذ التسديدات من الداخل وخارج منطقة الجزاء، وقد ثبت أنه لاعب موثوق به في اللحظات الحاسمة. الذكاء التكتيكي. يتمتع زياش بفهم عميق للعبة ويستخدم ذكاءه التكتيكي بشكل فعال في الملعب. يقرأ اللعبة بسرعة ويتمتع بقدرة على اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. بفضل هذه المهارات والصفات الرائعة يعتبر حكيم زياش لاعبا استثنائيا ويحقق إسهامات كبيرة في فرقه. هل لديه زياش سجل تهديف قوي؟ نعم، حكيم زياش يتمتع بسجل تهديف قوي. على مر السنوات قدم زياش أداء رائعا في الأندية التي لعب لها وأيضا في المنتخب المغربي. في النهاية يمكن القول أن لدى حكيم زياش سجل تهديف قوي وأداء مثير في عالم كرة القدم، ويعتبر زياش واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في المغرب، ويحترم ويشكر على إسهاماته المميزة في عالم كرة القدم. في النهاية يمكن القول أن لدى حكيم زياش سجل تهديف قوي وأداء مثير في عالم كرة القدم. ما هي بعض الألقاب التي حققها زياش مع المنتخب المغربي؟ زياش حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب المغربي، إلا أنه لاعب مهم وقائد يلعب دورا كبيرا في تحقيق النجاحات لفريقه الوطني. إليك بعض الإنجازات البارزة لزياش مع المنتخب المغربي. كأس الأمم الإفريقية. شارك زياش في بطولة كأس الأمم الإفريقية. كأس الأمم الإفريقية في عام 2019، حيث وصل المنتخب المغربي إلى دور 16، وساهم زياش بشكل كبير في تقدم المنتخب في هذه البطولة. تصفيات كأس العالم. شارك زياش في تصفيات كأس العالم لمنتخب بلاده وقدم أداء رائعا، وساهم في تسجيل الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة للفوز بالمباريات والتأهل إلى مرحلة المجموعات. البريمير ليج الأفريقية. شارك زياش في بطولة البريمير ليج الأفريقية في عام 2020 للدور نصف النهائي على المنتخب المغربي، إلا أنه يعد لاعبا قويا ومؤثرا ويساهم بشكل كبير في تحقيق النجاحات لفريقه الوطني. هل زياش يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في المغرب؟
بالتأكيد زياش يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في المغرب، يتميز بمهارة رائعة في التحكم بالكرة والتمريرات الدقيقة وقدرته على تسجيل الأهداف الرائعة. حكيم زياش حكيم زياش شحال من واحد كيقول لك حكيم زياش عنده واحد الكاركتر، لا بالعكس، من اطيب خلق الله. وعند الله كل شيء قريب. إخوتي الأعزاء في الله من المغرب وخارج المغرب، ومرحبا بكم كثيرا، أحييكم وأحبكم جميعا. ما يشبعكش تهضر. حكيم زياش اللاعب اللي عنده اولا كيمكن له يخلق لك من لا، يخلق لك شيء من لا شيء، يعني من كره ثابته يقلب لك النتيجه، يمكن من اسيست يقلب لك النتيجه، يعني غير الحضور تاعو يمكن كتبقى متفائل.